توتر وقلق زايد عن الحد بسبب او بدون سبب، مشاعر زايده، ضغوط نفسيه، اضطرابات نفسيه. الاعراض دي كلها منتشره جدا سواء من زمان او دلوقتي. الموضوع لازم له حل، لازم له وقفه، لان الدنيا مش هتمشي بالشكل ده، والامر صعب ومؤثر سواء على مستوى الحياه العمليه او الدراسيه. وده موضوع سهرتنا النهارده. فاسمح لي اخدك في سهره في مملكتي المندمج، شعارها اخدش كالنمر. جهز لي حالك كده يا نمر، واربط لي الحزام. صحيح، ما تنساش تجي لي انستا، هناك اخبار كل حاجه حرفيا خاصه بالقناه يعني. بس كده جاهز؟ خلصانه. في دراسة جماعية عملتها جامعة هندية عام 2019 مع 58 شخص بيعانوا من التوتر والقلق، قسموهم مجموعتين، مجموعة ادوها علاج عادي غير معروف، والمجموعة الثانية ادوها العلاج السحري اللي هنتكلم عليه النهاردة. وجلسة العلاج كانت 8 أسابيع. بعد ال8 أسابيع النتيجة كانت مذهلة جدا. الأشخاص اللي كانوا بيعانوا من توتر وقلق شديد خلال 8 أسابيع بس، التوتر والقلق قل جدا، يمكن أقول انعدم كمان. طب يا ترى إيه العلاج الفعال ده مندمج؟ الأشواغندا أو الأشواغندا واحدة من أهم أعشاب الطب البديل الهندي. وكلمة أشواغندا هي كلمة باللغة السنسكريتية ومعناها الحرفي رائحة الحصان. وطبعا العشبة دي اتعمل منها أقراص، وفوائدها جبارة جدا ومتعددة غير علاجها الفعال للتوتر والقلق. على حسب دراسة علمية اتعملت ل 64 شخص عندهم اكتئاب، دخلوا في كورس علاج بأقراص الأشواغندا لمدة معينة، وبعد انتهاء المدة دي وجدوا تخلصهم من الاكتئاب بنسبة 80%. فكده عندك كمان انها بتعالج الاكتئاب. مش بس كده، ده الأشواغندا بتضحي النهارده وبتوجه رسالة لبتوع الجيم والرياضة انها كمان بتحسن الأداء الرياضي ونمو العضلات وزيادة القدرة على رفع الأثقال. مش مصدق طبعا. عندك دراسة هندية، كل الدراسات في الحلقة دي هندية، اللي هو مين يشهد للعروسة، فاهم؟ المهم الدراسة دي كانت عام 2015. جابوا جماعة من الناس وقسموهم قسمين او نصين يعني. نص هيشارك في تدريبات المقاومة وهياخد أشواغندا بتركيز عالي يوميا لمدة 8 أسابيع. النص الثاني هيشارك في نفس التدريبات ونفس المدة بس مش هياخد أشواغندا. وبعد المدة ما خلصت لقيوا تطور كبير جدا وملحوظ في الكتلة العضلية عند الناس اللي أخدت أشواغندا عكس الناس اللي ما أخدوش، والفرق بينهم كان واضح. طيب تمام. خد عندك كمان انه الاشواغندا بتقلل نسبة السكر في الدم، تستخدم كوقاية من امراض القلب اللي العبد لله خطفه كده يعني. والله انا حاسس من كتر ما بقول معلومات وفوائد الناس تزهق مني يا حاجه اشواغندا. انت كمان ليه ما عندكش خلق؟ ما تحسسليش ان رطعت يعني، فاهم؟ اسمح لي بس اكمل، مش قادر امسك نفسي، فاهم؟ بيقول لك يا مندمج باشا انه الاشواغندا بتحسن بشكل فعال جدا وظائف المخ والذاكره، لدرجه انها بناء على دراسه اتعملت عام 2011 بيقول لك الاشواغندا لها القدره على منع فقدان وظائف المخ لمين بقى؟ لمرضى الزهايمر. انت متخيل ومستوعب معايا صح؟ تمام التمام. الفايده الاخيره دي هتعجبك جدا جدا. بيقول لك الاشواغندا بتساعد على افراز هرمون السعاده اللي اسمه السيروتونين، وده اللي بيخليك تشعر بتحسن في الحاله المزاجيه. الاشواغندا حرفيا ليها اغرب اثار جانبيه شفتها في حياتي العلاج. بيقول لك ايه بقى يا معلم؟ الاشواغندا اثارها الجانبيه انها بتقتل المشاعر، بتخلي المشاعر لاين واحد، خط ثابت لا بيطلع ولا بينزل. هتقولي طيب دي ليه مش مصنفه ميزه او فايده يعني؟ ليه اثار جانبيه؟ اللي هو دي النقطه اصلا اللي ممكن اشتري الاشواغندا عشان خاطرها، واللي بنسمع الحلقه وصلنا معاك لاخرها عشان خاطرها. والله يا مندمج هي تضاف كاثر جانبي لسبب، هي تخليك بارد وثلاجه وما عندكش توتر ولا قلق ولا مشاعر. ولما اقول ولا مشاعر يعني لا حزن ولا زعل ولا فرح. هي عشان ولا فرح دي موضوع انك مش هتشعر بمشاعر الفرح زي الاول، ودي مصيبه، فاهم؟ ممكن تشوفها ميزه جايز، بس سيبك انت، الميزه الاكبر انك وصلت معايا لحد اخر الحلقه، وده المهم كده يعني. فبكده يا مندمج سهرتنا تكون خلصت على خير، واشوفكم في السهرات الجايه. ولو مهتم بالمحتوى واخبار القناه ممكن تيجي على الانستجرام زي ما قلنا في الاول. بس كده يا مندمج. 무궁화 꽃이 피었습니다.